خير في ايه؟ في ضيف عايز يشوفك. مين؟ مش عارف اقول لك، لكن اول مرة يزورنا بنفسه. طب خليه يتفضل. السلام عليكم الشيخ ابو منصور المهاجر المصري. اهلا اهلا، يا سلام بنفسك. اتفضل اتفضل. خير؟ ويجي ايه من ورانا غير الخير يا ابو منصور؟ ضحكتني والله. كان هناك طلب سريع وجيت اطلبه بنفسي. تشرب ايه الاول؟ مشروباتكم مش هتعجبني يا ابو منصور. عندنا اسبريسو جميل. ممكن شيخ نمير اسبريسو ممكن. شكلك حلو والله في زي المجاهدين. هو ده الطلب. ايه؟ عايز تجاهد معانا ولا ايه؟ حاجه زي كده. الكلام ده محتاج ترجمه. 100 مجاهد من عندنا ينضموا للخليفه. يعني هم مش محتاجين غير ان هم يحفظوا كام آية قرآنية ودقونهم طويلة برضه. مسلمين؟ محترفين. اتفضل. محترفين. الحقيقة أنا مش محتاج محترفين، أنا عندي من المؤمنين الكفاية. هتحتاجهم عندما تكون خليفة ولي نفوذ وجنود محترفين بمرتبات يقدروا بدم بارد يقطعوا رؤوس أعدائك ويحرقوهم أحياء. طلب ولا أمر؟ قلنا ده حلو. هو إلى الآن طلب. مرفوض. ما بتتعلمش يا أبو منصور، ما بتتعلمش. انصحه يا شيخ نمير، أنت الكبير برضه. مفيش أكبر من الخليفة. خليفة؟ أنت صدقت؟ مش هيبقى منكم. فكر برضه. شكرا على القهوة. أبعت معاك حد يحميك. مين يحمي مين يا أبو منصور؟ سلام. في انتظار ردك. يا إما تكون خليفة وتطلع على المنبر وحواليك رجالتنا، يا تكون عدو ويبقى اسمك على أول القايمة. وأظن أنت عارف مصير الزرقاوي كويس قوي. حد يحميه. شيخ فوزي، بعض الأقاويل تتردد عن أنك ما زلت على صلة ببعض الجهات الإرهابية خارج البلاد، وخصوصا لحظة واحدة أكمل السؤال. وخصوصا أنكم كنتم على صلة وثيقة في بداية الألفية، مثلا الشيخ رمزي عبد الستار. ايه ده يا استاذ طارق؟ ده كلام وعلى الهوا يا اخ طارق. شيخ فوزي، أنا ما بقولش وجهة نظري، أنا بقول أقاويل تتردد. لا خلاص، ده خلاص الكلام ده من زمان. احنا بنصحح المنهج والعلاقة انقطعت تماما. صححتوا المنهج ازاي يا شيخ فوزي؟ ممكن تشرح لي حضرتك؟ احنا علماء يا استاذ طارق، علماء وفاهمين كويس يعني ايه تقييم وتصحيح وتدقيق كل شوية، وعارفين كويس ان العلم متغير مش ثابت مفهوم أبدا. مفهوم. فاصل أعزائي المشاهدين، ابقوا معنا. ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله يا حبيبي. جدع يا منال. جدع على ايه بس؟ جدع ان انا سبت احمد مندور وخليت ريم تسيبك؟ انا قايله لك من الاول يا بابا ان موضوع احمد ده هيأثر. اديني بقيت السبب في حزن اكتر اتنين حبوا بعض. انا اسفه، بس انا قلت لك من الاول. مبسوط؟ اهو حصل. ايوه مبسوط بيكي انك طلعتي جدعة وقبلتي اللي محدش يقبله، وحفظتي السر، مرضتيش تقولي حتى لابوكي. طلعتي بنت
عرفت حسن يا منال. حضرتك عرفت؟ ايوه، انا عرفت يا حبيبتي. طب ليه الدموع دي؟ أنا كده ممكن أموت على فكرة. لا، بعد الشر، كفايه موت. وانا هستحمل موت مين ولا مين؟ ما تقوليش الكلمه دي ابدا. بعدين دي مش دموع خوف يا حبيبتي، دي دموع حنيه. خلاص أنا هعتذر لهم خلاص. انا وافقت. انت هتكملي وهتعملي اللي محدش يقدر يعمله. مفيش دموع لو دي الحجه. حبيبي يا بابا. مفيش دموع يا منال. عايز تداري في التمانيات يا اخ طارق؟ اديني طلعتها لك اوت يا سيدي، والجمهور سقف لي كمان. والله وماليك عليا حلفان، ما كانش قصدي يا شيخ. الله، هو مين اقرب يا اخويا الرمز اليومين دول؟ انا ولا انت؟ انت يا شيخ فوزي. بقول لك ايه، طيب بالمناسبة السعيدة دي بقى يا أستاذ، بلغوا سلامي وقول له يرد، عشان العملية هانت قوي. سلام يا عم الإعلامي. سلام يا شيخ فوزي. الرفض مخاطرة. والموافقة أخطر. مش عارف، بس في الأول وفي الآخر هيكونوا تحت عينيك. دخل ناس في وسطنا مش مننا يا شيخ نوير. لما يكون الأوان ويتم التمكين نقدر نستخدمهم ورقة ضغط كويسة، ونقدر في لحظة نحولهم لأسرة نساوم بيهم. أسرة ولا شوكة في ظهرنا، نبقى متحصرين برجالتهم من جوه وجيوشهم من بره. هي فعلا ورطة، بس ورطة حلو. ساعات لما تقول لأ تقدر تختبر رد فعل عدوك. هم أعداء ولا بيننا وبينهم عهود ومواثيق؟ ما تقول أنت يا شيخ نمير، أصل أنا ما كنتش فاكر. أعداء على الحقيقة ومعاهدين في الظاهر.